ملخص ماتش الاهلي واوراوا لتحديد المركز الثالث في مونديال الانديه، وده طبعا الحل اللي وصلنا له بعد ضياع حلم النهائي قدام فلومينس البرازيلي. بس عارف ايه اللي يزعل؟ ان بعد الاداء الجامد ده والشغل العالي اللي حصل تخرج من فرقه اخرهم تسمع عنهم في طبق اليوم، وهم اثبتوا دليل زي ده، لان السيتي جرجروهم في الكلام وعملوا معاهم قصه غرام من الدرجه الرابعه. المهم بدون دخول في تفاصيل كتير، البرونزيه قد تكون اقل شيء ياخده الاهلي من البطوله دي، وده طبيعي لان الحلم المره دي ما كانش زي كل مره، مش عايزين مجرد وجه مشرف ولو يعرفوا ياخدوا مركز ثالث وخلاص. ناس بقى عندهم دوافع جديده وبقى سقف طموحهم بقى اعلى من اللي كان موجود، وبعد اللي عملوا الجيل ده الناس بقت بتفكر ويقولوا ان احنا على الاقل لازم نكون في نهائي المونديال، وليه ما نفكرش في التتويج. لكن اللي حصل كان عدم توفيق، وممكن نقول رعونه مبالغ فيها، يعني بالمختصر المفيد ما كانش فيه نصيب حتى لو كان الخصم في المتناول. واللي هنلعبه دلوقتي برضه فريق مش هين، ده بطل اسيا واللي كسب الزعيم في نهائي البطوله الاسيويه.